السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناة عبد الله في كل مكان. تحياتي لحضراتكم. مفيش سمك اليومين دول، المورد ده غلطان. طبعا أنا بقالي أسبوع بطلع، تقريبا طلعت في العشر أيام اللي فاتوا دول 5 مرات بالليل. الموضوع تعبان يا جماعة. هنعمله برم ونعمله لحمة راس ونعمله مش عارف إيه، نصطاد السمك عشان ننزله في فيديو. مفيش. الواحد طبعا احنا بحكم ان القناه والاستاذ رضا براجع الكومنتات اول باول، فكان في ناس بعتلنا عايزه تعرف رقم السنار واستخداماته وانواعه. يعني كل نوع صيد حضرتك بتستخدم له ايه في السنار اللي بتستخدمه ورقمه قد ايه. طيب احنا هنبدا بالريمه اللي هو الصيد اللي هو بتاع اليومين دول، اللي هو شغال اليومين دول. الريمه علشان ما نفضلوش نلف حوالين بعض، عايز حضرتك تصطاد ريمه، عايز تشتري سنار ريمه، روح لاي محل ادوات صيد اشتري منه سنار ريمه 9 و10 بس، وكل باكو تحطه في برطمان زي ده 9 و10 اللي هو الحجم ده 9 اهو 10 اهي. صغرهم ايه باينين يعني ان هم اقل من بعض حاجه بسيطه. ده سنار الريمه 9 و10. سنار الريمه بما انه حساس مش هعرف اشاور عليه بايديا. الاصفر ولا الابيض احسن؟ الابيض العسلي اللي هو اللون ده. طيب الانواع ايه؟ 9 و10 يا مستاد يا امين، يا مستاد يا امين. انا بفضل المستاد، بحب اصطاد بيه. يبقى الريمه 9 و10. في ناس بتصطاد ب 11 بس بتبقى سناره صغيره قوي بتزعلك في ترميلها وتفك منك السمكه العدله، فيستحسن صيد الريمه بالسنار التسعه وال10 المستاد او الامين. خلصنا كده منهم اهم عشان نتكلم حاجه. نخش على صيد الطعم البلطي بالغمازات. طعم، عايز حضرتك تنزل بطعم دود الارض او بدود سبله على البلطيه، اشتغل بالسناره السته دي اللي هي ده، السناره السته دي. السناره تنزل بها البلطيه بدود السبله او بدود الارض، السناره السته. طيب السناره الخامسه دي برضو تنزل بيها لو حضرتك نازل على بلط تقيل شويه. يستحسن السنار في الصيد اللي هو بيبقى مكشوف السنار فيه، بيبقى فيه فرصه ان هو يبقى ظاهر، يعني يبقى السنار عسلي. لان انا بشوف ناس بتصطاد غله بسنار ابيض زي ده مش حلو يا جماعه. لان صيد الغله ده مدرسه وكليه، حاجه جامده يعني. عايزه تبقى عدتك متجهزه على اعلى مستوى علشان تعرف تاخد السمكه. يبقى دلوقتي احنا اتكلمنا على صيد طعم دود الارض بالسناره اهو. السنار ده الستة والخمسة دول هتصطاد بيهم بلطي. الانواع في منها برضو ده هي مستاد ودي امين، دي مستاد ودي امين، الاتنين شبه بعض بس انا بفضل المستاد برضو في الصيد ده. طيب تعالى بقى للحدافات. السنارة هتبدأ من 4 ملوية، حداف 4 ملوية. صيد السمك بطريقة الحداف اللي هو الرصاصة بتترمي في وسط المية، بس تبدأ من السنارة ال4 الملوية دي. لو حضرتك نازل على كركور أو على بياض مش كبير، طب لقيت المية موجبة معاك وبتشد معاك سمك كبير، نزل شغل السنارة اللي هي ال3 دي سنارة 3 ملوية اسمها لوقة. احنا بنقول عليها صيادين لوقة ملوية، يعني تلاقيها فيها سنة لوية كده. تمام. طيب نزلت مصران، السنارة الاتنين دي يستحسن برضو تكون ملوية للاتنين. السنارة الاتنين ملوية. نزلت ممكن تشتغل بقى مصران وممكن تشتغل بقى برضو طعم دود الارض والطعم التطعيمة العنكبوتية، بس هتستهلك منك طعم كتير. تمام. السمكة وجبت ونزلت للمصران والسمكة موجبة القرموط، اشتغل بالسنارة الواحد دي. بس يستحسن تكون الشكة ده بتاع السناها ده تكون حامية، بمجرد ما تلمس ايدك كده تلقطها. تمام يا جماعة. تمام. تعالى بقى لصيد الغلة. هنرجع للسنار ده تاني، علشان كده انا بقول لك اشتريه ده اهو، السنار الستة ده، الخمسة ده وال4. الغلة تبدأ 5 4 3 2 1 كلهم عسل. احسن نوع شفته اشتغلت بيه من كام سنة، شغال بيه يعني الكراون، ونزل اليومين دول المستاد الجديد في اول موسم الغلة اللي هو جايبه الحاج سيد ابو فيوط تبع الاستاذ ميسره. في اول موسم الغله هنوفره لحضراتكم، لان انا رايح مع الاستاذ ميسره ان شاء الله بفضل الله تعالى. يعني نجيب العده اللي هنتكلم عليها بنفسي، وهنبعت دعوه لاخويا وصديقي الاستاذ محمد السيد، لو وافق انه يجي هيجي برضه يختار العده دي بنفسه.
احنا عايزين نعمل لحضراتكم موسم كبير ونجيب لحضراتكم العده اللي احنا بنصطاد بيها تشوفوها عملوا قدامكم تبقوا مبسوطين منها. يعني مش عايزين نعرض وخلاص، لا ده انا عايز نجيب العده اللي حضرتك هتشوفها في ايدي هي اللي هجيبها لحضرتك وهعمل لك عليها شغل. يعني هقول لحضرتك العده دي كويسه ولا مش كويسه. تمام يا جماعه؟ تمام. السنار بتاع الغله يبدا من 4 3 2 1 0 1 دقايق. وخال دي في ناس تقول السناره دي كتير. والله يا جماعه انا اتعلمت صيد الغله بالسناره دي 0 1 دي 0 1. يعني خلخال كان عم مصطفى يقول لي خلخال ركب خلاخيل عشان السمكه ما تروحش، وبتطلع السمكه قد كده اهو السناره دي. يبقى اذا يا جماعه الغله سناره 4 3 2 1 حسب لون الميه. الطعم يبدا من 6 7 للبلطي، 4 3 2 1 ده صيد الحدافات يشمل صيد الطعم وصيد المصران. طب سناره العنب احسن سناره للصيد بالعنب السناره الثلاثه. انا مش مهم اللون، التطعيمه اللي مستخبيه ما يفرقش معايا، اللي مخبيه السناره ما يفرقش معايا لون السناره. انما لو السناره ظهرت قدام حضرتك يعني طعمت غله بتحطها في سن السناره وتبقى بقيه السناره فاضي. بقيه السناره لا انا مش عايزها بيضه، عايزها عسلي علشان تتوه في لون الارض. تتوه في لون الارض، ما تخليش السمكه تبقى مقلقه. لان صيد الغله احنا يا جماعه صيد الغله ده صيد حاجه. صيد الغله حضرتك مع ممارسه صيد الغله هتقول الراجل ده ما كانش بيتكلم كلام ده كليه. مش اي واحد يمسك عود كده غله ويقول ده انا صياد غله. ده كل يوم هتستفاد. يعني انا بصطاد غله بقالي 35 سنه ولسه بتعلم لغايه دلوقتي. السمكه بتاعت حوارات، ربنا خالق لك عقل وخالق لها عقل. فانت ازاي تبقى ماشي مع الجو، ميه ملبنه ميه رايقه ميه مصبنه كده، يعني كل حاجه بتحتاج سناره. طيب يا جماعه بالنسبه لصيد الغله احنا هنتكلم فيه بحذافيره برضه السنه دي، لان في كلام كتير على صيد الغله وانا هتكلم بطريقتي. اللي عايز يعني في ناس بتصطاد غله بغماز. غماز ايه يا عم؟ الغله دي سمكه بتسرق حبات غله. السمكه بتخش على حبات غله احط لها غماز؟ ده انا بحط لها ريشه حساسه. يعني انا كنت بشوف اصدقائي من اسكندريه بيجوا هنا بغمازات، اغير لهم العده انا على طول، اركب لهم ريشه وبتاع واقول لهم يا جماعه اشتغلوا كده. انما غماز ازاي؟ سمكه بتعمل كده اهو كده اهو، نركب لها غماز هيبين الغمزه ازاي؟ صيد الغله هنتكلم فيه. صيد الغله هنتكلم على الخيط والرصاص وانواع السنار في ميعاده لما يشتغل. احنا دلوقتي يا جماعه داخلين على فتره الارمود. مجرد ما الجو يدفع 10 ايام في موجه هتيجي يوم الثلاث هتاخد 3 4 ايام. بعد كده احنا عشمانين في وجه الله تعالى ان ربنا عز وجل يرطب لنا الجو يهديه شويه، والشمس هي سخنه اليومين دول، عشان كده القرموط بقى يطلع من الدفسه. عارفين حضراتكم يعني ايه الدفسه؟ طب اعمل لايك وانا اقول لك يعني ايه الدفسه. الدفسه ديت القرموط بيجي في حته واطيه، الارض اللي هي الزبد اللي عامله زبد الغثاء يعني روبه بلغه الفلاحين. يجي القرموط الوهطه دي او الروبه دي ادفى من الميه فبيروح دافس فيه. طب انت هتقول لي ده القرموط ده حيوان رئوي بيستنشق الاكسجين من بره، مظبوط. يروح طالع تلاقي حته في الميه كده عملت رغاوه جامده كده، يروح طالع منها متنفس ويروح نازل تاني في الروبه دي. الارض طريه يعني الروبه بيتفس فيها دفع. يبدا اليومين دول اللي احنا فيهم دول يبدا يطلع من الروبه. بمجرد ما يطلع هياخد 20 يوم ياكل فيهم، 20 يوم هياكل فيهم وبعد كده هيقف علشان مرحله التكاثر. وبعد مرحله التكاثر هتكون كل السمك تقريبا كان. انا النهارده اتكلمت على السناره والاستاذ محمد لو زعلان مني سامعني. انا والله استاذ محمد ما بقصر مع حد، ولكن كنت بستنى كل حاجه في وقتها ويبقى فيديو يعني في الايام اللي ما فيهاش سمك دي. السنار نراجع من الاول 9 10 الريمه، 6 7 7 6 للطعم لدود الارض للبلطيه، و5 4 ملوى حدافات صيد الحداف الرصاصه يعني للكركور البياض الصغير. سمكه تقيله بتعلم قدام حضرتك وميه ضربت فيها سمكه كبيره وفكت منك كبر السنار اشتغل 3 2 1. دول السنار اللي هو المستخدم تقريبا لكل الطعوم، طعم ومصران وعنب وغله وريم. في اخر الفيديو يا جماعه انا اسف لو ما كنتش نزلت لحضراتكم فيديوهين سمك اليومين اللي فاتوا دول، لان والله السمكه واقفه. والله طلعت 5 مرات تقريبا في ال10 ايام اللي فاتوا دول. لو انزل لحضراتكم الاكل اللي انا عامله البرم ولحمه الراس
لا تقولوا كانت عايزه سمكتين بس عشان الفيديو. لو عايزينه اكتبوا في الكومنتات. ولو عايزين تشوفوا الفيديوهات دي تكتبوا لي في الكومنتات وانا انزلها، انا شايلها. بس للاسف ان السمكه واقفه اليومين دول. اي حد من اصدقائي وحبايبي اللي بادئين معايا في القناه اللي انا عارفهم هم اللي هيتفرجوا على الفيديو دي. عايز اي حاجه، اي معلومه عايزها مني اكتبها لي في كومنت وانا هرد عليه بحب في اخر الفيديو. انا بشكركم على المتابعه وتحياتي لحضراتكم ومع الف مليون سلام. السلام عليكم.